السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أخواتي في قناة كوزينة شهيواتي. كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الوصفه اللي رائعه بزاف بزاف. غنشارك معكم ملوي حرشه اللي كيجي رائع وناجح من اول مره. اذا عجبكم اخواتي الفيديو حتى الوصفه كانت كتستحق، ما تنساوليش من اللايكات ديالكم وحتى من التعليق ديالكم محفزه. شكرا لكم بزاف بزاف اخواتي. واذا كنتو جداد انضميتوا للقناه ديالي اشتركوا في القناه. مرحبا والف مرحبا بكم في قناتي المتواضعه. ودابا خليكم مع تكمله الفيديو وفرجه ممتعه. اولا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله على بركه الله. في المقادير هذا الملوي غنحتاج زلافه من الدقيق الابيض، زلافه مملوءه جيدا وزلافه ناقصه غير شويه من السميد الناعم او السميده الرقيقه. عندي هنايا معلقه الملحه، وعندي شويه د الخميره تقريبا نصف ملعقه صغيره د الخميره د الخبز، وعندي ملعقه كبيره د العسل. كما يمكننا نعوضوها بالسكر، كتبقى على حسب المتوفر، واذا كانت العسل كتكون افضل. المهم عندي هاد المكونات غنغربل هاد الدقيقه وهاد السميده. صافي هنايا غنزيد هذيك الملاح، ودائما كتبقى الملحه على حسب الذوق، وهذيك الخميره وهذيك المعلقه د العسل. انا عندي معلقه كبيره ما عمرهاش بزاف د العسل. صافي هنايا غنجمع العجينه ديالي بالماء اللي عندي دافي، غير واحد شويه فقط، الماء دافي شويه. دابا مع البروده ما شاء الله الماء بارد بزاف بزاف. انا واخا في المسمنات كنعمل دابا في الماء بارد، الماء دافي واحد شويه. المهم كنجمع العجينه ديالي. العجينه هذه اللي فيها السميده اخواتي ضروري نجمعوها. العجينه اللي رطبه، العجينه اللي تكون رطبه، ما تكونش ما تجمعوهاش عجينه قاصحه، حيت تعذب لكم بزاف بزاف التشكيل، وفي نفس الوقت حيجي لكم هذا الملوي يجي لكم قاصح بزاف. المهم صافي كنبقى كنضيف الماء وانا كنجمع العجينه ديالي، وكندلك ضروري هاد العجينه خصها تسدلك حيت فيها السميده، خصها تسدلك واحد شويه. هنايا كنبقى كنضيف شويه د الماء وانا كندلك العجينه ديالي، كنضيف الماء وانا كندلك العجينه بهذه الطريقه هذه حتى كنحصل على واحد العجين اللي رطيطب في نفس الوقت مدلوك واحد شويه كما تشوفوا معايا. صافي اخواتي هذه هي العجينه ديالي من بعد ما دلكتها. عندها هنا بشويه الزيت وغنخليها انا ترتاح تقريبا نصف ساعه، خليتها ترتاح. وحيت مع دابا البروده ما كتخمر ما حتى شي حاجه، من الافضل نعملوها في شي مكان اللي يكون بارد واحد شويه، ما نعملوهاش في مكان اللي سخون باش ما تخمرناش هاد العجينه، حيت ما نحتاجوهاش تكون خمره. واخا فيها الخميره غير باش كي تجي يجي الملو ديالنا رطب وهذا، وفي نفس الوقت هشيش ديك الخميره كتهشش الملوي. صافي هنايا العجينه ديالي من بعد ما ارتحت خليتها ارتحت انا كما قلت لكم نصف ساعه او اكثر واحد شويه. المهم غنقسم هاد العجينه اللي عندي على 4 القطع، والتشكيل كيبقى على حسب الذوق، شكلهم كبارين او صغارين. انا غنشكلهم قطع اللي هما كبارين، ماشي كبارين بزاف ولكن ما شاء الله كبارين. المهم انتم تشوفوا معايا. صافي كنجمع العجينه ديالي. هنايا دائما كنستعملوا شويه د الزيت في الطاوه اللي غنزلوا فيها المسمنات، كندهنوها بشويه د الزيت او العجين ديالنا. هنايا كما شفتوني كنجمع العجينه وكندلكها بحال بهذه الطريقه هذه باش ما كتجيليش شي العجينه مفتوحه من تحت او مفزره ملي نبداو نطلقوا فيها. صافي من بعد ما جمعت العجينه ديالي دهنتها بشويه د الزيت وغنغطيها بلاستيك غذائي. هنا اخواتي عاود غنخليها ترتاح ضروري حيت فيها السميده، ضروري نخليوها ترتاح. غنخليها تقريبا ربع ساعه او 20 دقيقه، غنرجع نشكلها. المهم بحال هاد المسمنات كنعملوهم وحنايا كنعملوا الشغل ديالنا او كنعملوا الغدا. انا كنت كنعمل الغدا. المهم عجنت العجينه وعملت الغدا، رديته كيطيب. صافي رجعت قطعته. صافي هنا اخواتي كما قلت لكم خليت العجينه ديالي ارتحت. غير دائما ما ننزلوش هاد العجينه في المكان اللي يكون سخون باش العجينه ما تخمرناش وتضيع. المهم اذا خمرت العجينه ملي نمشيو نطلقوها تعذبنا بزاف. صافي هنايا في طاوه العمل كنستعمل شويه الزيت، دائما الزيت
كنطلق العجينه ديالي بهاد الطريقه هادي. المهم هاد العجينه كتجي غزاله بزاف بزاف، طلقوها شحال ما بغيتو كتجي رائعه. المهم انا غنطلقها على حسب مكان العمل اللي عندي، واذا كان عندي شي مكان كبير كنت غنقدر نطلقها اكثر من هيدا. اكثر ما رققنا العجينه كتجي مزيونه اخواتي، حيت هي ما شاء الله في الطياب كتنفخ. صافي دائما نركزوا على الاطراف في اي مسمنات او ملوي، كنركزوا على الاطراف باش ما كيجوناش الاطراف ديالنا الاطراف ديال العجين ديالنا غليظ او مدقص. هنا يا اخواتي خديت شويه الزيت وشويه الزبده اللي عندي مذوبه. انا خديت الزبده مارغرين فيها الماء، خليتها كتغلي حتى لي ما بقاش فيها داك الماء. صافي خلطتها مع الزيت. هنايا ضروري كنضيف من بعد ما دهنت العجينه ديالي بالزيت والزبده، كنرشو مزيان مزيان بالسميده حيت كيجيو مسمدين. انا من الناس اللي كيعجبني الملوي مسمد، وهذا الملوي كيجي ما بين ملوي وحرشه، كيجي حرش اخواتي. المهم صافي كنجمع العجينه ديالي الصوره واضحه بهذه الطريقه هذه، الطريقه المسمن في الاول بهذه الطريقه هذه. واذا قدرنا نجبدوا العجينه ديالنا كنجبدوها اخواتي باش كتجي لنا مورقه. صافي حتى هنايا ملي كنطلقوا العجين بهذه الطريقه هذه، ملي كنجمعوه عفوا كنضيف عليه شويه من هذيك الزبده والزيت، وكنرش بشويه السميده دائما. صافي كنجمع بهذه الطريقه هذه، كنجمعوا العجينه ديالنا اللي مرخوفه، ما تزيروش اخواتي باش ما كتجيش العجينه ديالنا مدقصه. صافي هذوك الاطراف كندخلوا من هاد الجوانب من هنا ومن هنا. صافي هنا غنخلي العجينه ديالي ترتاح، ضروري هاد العجينه كترتاح. صافي بنفس الطريقه نبقى مستمره حتى نسالي الكميه اللي عندي كامله. هادو كيوجدوا بسرعه بسرعه اخواتي. المهم هادو ما يعجبوكم بزاف حيت كيوجدوا بسرعه، خصوصا اذا عملتهم كبارين، عملوا غير 2 او 3 او 4. صافي دغيا كتشكلهم بكل سهوله. غير العجينه خصها ترتاح مزيان مزيان وتكون مدلوكه، وان شاء الله غينجحوا معكم 100%. خصوصا واذا كان عندكم الدقيق بنوعيه جيده، كونوا متاكدين غتحصلوا على واحد الملوي اللي كيحمق. غير الدقيق دائما كيلعب دور كبير في المخبوزات كاملين، وخصوصا في الملوي. وفي المسمنات شويه، ولكن في الملوي ضروري خص الدقيق يكون من نوعيه جيده. صافي اخواتي هنايا كملت الكميه اللي عندي كامله. صافي غير كنكمل غنبدا نقرص فيهم. دابا هنايا عملت المقله ديالي كتسخن، ضروري كنطيبوا المسمنات ديالنا او اي حاجه في المقله اللي هي سخونه مزيان. صافي هنايا غنقرصهم بالسميده اخواتي، ماشي بالزيت ولا بالزبده. كنرش واحد الكميه د السميده وكنطلقوا العجينه ديالنا كنقرصوها بهذه الطريقه هذه. كنقرصوا الملوي ديالنا. صافي هنايا كنوضعها في المقلاة اللي عندي سخونه مزيان. صافي هنايا بهذه الطريقه هذه كننزل انا هذا الملوي ديالي. كما شفتوا انا عملت الحجم ديال المقلاة اللي عندي، انا الحجم ديال المقلاة متوسطه ماشي كبيره بزاف. صافي دائما كنخليوها غير واحد شويه كتبدا يدخل الطياب، كنقلبها وكنبقى كنقلب بهذه الطريقه هذه. كنبقاو كنقلبوا. هنايا انا ما كيقنعنيش شي حاجه نبقى كنقلب بها. كيعجبني نقلب المسمن بيدي بصراحه، نحاديه بيدي. شكون فيكم اللي بحالي اخواتي؟ واخا كنستعمل هاد السباتولا، ولكن كنبقى كنحادي اليد ديالي، كنحاديه كنبقى كنقلب كما شفتوني. بعد ما قلبت على الوجه ديالها كندهنها بشويه د هذيك الزبده والزيت غير باش كتحمر لي وكتاخذ واحد التحميره مزيونه. صافي بهذه الطريقه هذه كنستمر كنطيب هاد الملوي. كما شفتوا ما شاء الله كيتنفخ، ما كيبقاش رقيق. دائما اخواتي قرصوه رقيق، ما تقرصوهش غليظ باش ما تجيلكمش شي هاد الملوي غليظ بزاف. صافي هنايا طاب وتحمر كنحيدو وغنستمر بنفس الطريقه. طريقه الطياب اخواتي، النار في الاول كنجهدوها حتى كيسخن المقلاة مزيان، بعد كنعملوا نار متوسطه عاديه. كنبقاو كنطيبوهم على المهل، يعني واخا النار متوسطه كنبقاو كنقلبوهم بهذه الطريقه هذه باش كيجيو طايبين من داخل ومن برا وما كيجوش ملهوفين او مدقسين. المهم حتى طريقه الطياب عندها دور مهم بزاف. دائما كما قلت لكم ملي كنقلب على الوجه ديالها بهذه الطريقه هذه كنعاود ندهنها بشويه د الزيت والزبده، كتبقى اختياريه.
صافي كنبقى مستمرة بهاد الطريقة هادي حتى كنسالي الكمية اللي عندي كاملة. كما شفتوا ما عنديش بزاف ولكن ما شاء الله كبيبرين. غير واحد المعلومة أخواتي، هاد الملوي كيتكل سخون ضروري ملي نبغيو نقدموه كنسخنوه في المقلاة مزيان مزيان وكنقدموه. وهذا هو الملوي ديالي اليوم، او ملوي حرشه اللي كيجي رائع بزاف بزاف لذيذ وما كيضرش المعده حيت فيه السميده اخواتي. ونتمنى الوصفه تكون عجبتكم، فعلا الوصفه تستحق التجربه وانا متاكده واذا جربتوها غينجح لكم واحسن من ديالي ان شاء الله. واذا عجبتكم الوصفه بحال ديما ما تنسوش دعم القناه باللايك والاشتراك باش يوصل لكم كل جديد، وخليتكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.